السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم مع بعض في فيديو جديد ويوم جديد، يا رب يعجبكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل مع بعضنا فراخ محشيه يا بنات. الوصفه ديت جميله 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 وخطيره. تابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله. اللي مش هتتابع الفيديو للاخر هينقصها حاجات كتيره والله. هي الوصفه دي جميله. احنا مع بعضنا اهوت احنا هنا مع بعضنا اهوت فرختين بلد هما. دي فراخ بلد يا جماعه، اللي عايز يعمل بفراخ بلد يعمل، عايز يعمل فراخ بيضه بس تكون يعني وزنها بسيط، الفرخه تبقى كيلو ونص ولا حاجه. ومعانا لسان عصفور والكبده عشان هنعمل لسان عصفور بالكبده. ومعانا بصله مقطعينها اهوت. ديت المكونات معانا. معانا الحله اهي حطيناها على البوتاجاز. في ناس يا جماعة بتحشي الفراخ ديت رز، احنا نعملها بلسان العصفور. احنا دلوقتي حطينا هنا معلقتين زيت اهوت عشان نحمر فيه لسان العصفور اهوت لغايه احنا دلوقتي اهوت يا بنات اهوت نقلب مع بعضنا لسان العصفور لغايه اما يبقى لونه ذهبي اهوت. لازم يا جماعة نفضل نقلب لسان العصفور على طول، ما اه، نسيبوش لان بياخد لون ومبيبقاش كله نفس اللون. عشان ما يتلسعش. اه، عشان هنقلب واحده واحده ان شاء الله. ابتدى يلون معانا اهوت يا بنات، بس نقلبه على طول عشان يطلع كله لونه واحد، ما يطلعش واحده غامقه او واحده فاتحه. بس يا حور كده بقى لونه جميل ازاي يا بنات؟ كده اهوت يا بنات وصلنا للون اللي احنا عايزينه اهوت، ونزلنا عليه بالميه اهوت. الميه دي نص عباره لسان العصفور عشان احنا مش عايزينه طيب اوي، احنا عايزينه نص طياب. بس هو كده كده هيطيب تاني مع الفراخ اه، عشان ما يعجنش. خلاص هنا هوت يا جماعة بيغلي هوت على اهوت البوتاجاز. حطينا عليه اهوت ملح وقرفه وبهارات. اسكتي يا حور بس دلوقتي. ايه يا حور اسكتي. نقلب واحده واحده مع بعضنا، وفي نفس الوقت برضو هنجيب حله تانية عشان نحط فيها الكبده. هنا جبنا حلة تانية وحطينا فيها شوية شوف زيت. الكبده هي. والكبدة اهي نزلنا بالكبدة غسلينها كويس يا جماعة بالخل والليمون. نقلب واحده واحده عشان ننزل بالبصل على الكبده بقى عشان يلونوا مع بعض. نبقى مصفين الكبدة كويس يا جماعة ومنزلة المية اللي فيها. دي كبدة الفراخ، كبدة والقناص. نزلنا بالبصل اهو، ونسيبها بقى مع بعضها، نوطي عليها ونسيبها لما تحمر، او نحطها مش شرط على العين الكبيره ديت، هننقلها دلوقتي على العين الصغيره. تقلبي كده بس بالراحة بس عشان ما تهريش الكبدة. يبقى قطعي بقى الكبدة والقوانص كده، بتبقى مقطعاها كده قطع متساوية ومش كبيرة ولا صغيرة، وسط كده. احنا هنا يا جماعة بقى الكبدة استوت نص سوا كده، هنجبناها وقلبناها على الرز على لسان العصفور اللي استوى نص سوا، وفرغنا الفرخة من تحت الجلد وهنبدأ نحشيها بقى. هنبدا نحشي اهو مع بعضنا واحده واحده. احنا فصلنا الجلد عن اللحمه بتاعت الفرخه اهوت، وهنحشي واحده واحده اهو. شوفوا بخلاها ازاي. ايوه بعملها. بالراحة كده بس متقطعيش الجلد. وبحشي بقى اهوت، نحشيها بكميه كويسه لان لسان العصفور ده يبقى طعمه جميل قوي. الوصفه دي خطيره يا بنات. شوفوا هنحشي واحده واحده اهوت، ولا تحشي بمعلقه تحشي بس كده احسن واسرع. ايوه، احنا حشينا اهو ما بين الجلد والصدر اهو، ودلوقتي بنحشي من جوه. شوفوا نضفتها يا بنات عشان اكتف الفرخه بقى.
ايوه كده كتفناه اهو. هروح بقى عشان احشي التانية دلوقتي. لازم تكتف الفرخة حلو كده عشان الحشوة بتاعتها ما تطلعش. دلوقتي جبنا طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل وفرشتهم اهوت في قعر الصينيه وحطيت عليهم ملح وشويه فلفل. وانا دلوقتي اهوت خلصت كده حشو الفرختين اهوت. انا مش هعملهم في شوربه يا بنات، عشان ما بتعمل الحاجات دي في شوربه لسه العصفور بيطلع، وبصراحه الحاجه ما بتبقاش كويسه قوي يعني. فانا هشويهم دلوقتي، هحطهم في فرن البوتاجاز ينشوا. الحاجات المشوية اساسا يا جماعة كده بتبقى احلى واطعم كمان من اللي هي محطوطة في شوربة او في مية او انا كده. حطيتهم دلوقتي على البوتاجاز اهوت عشان بس يسخنوا والصاجه بتاعتنا تسخن اهوت. غلوة واحدة بس على النار عشان ما تاخدش طياب كتير في فرن البوتاجاز. دي زي تشويحة كده. اهو يا بنات دخلتها في فرن البوتاجاز، وهغطي عليها بقى واسيبها. انا ديت سبتها حوالي ساعة ونص كده، بس انا حطها على نار هادية. انا سخنتها الاول على البوتاجاز وحطيتها هنا حوالي ساعة ونص، بس كنت موطية عليها، مش توطية قوي يعني. شوفوا يا عشان جماعة ما هي تشتش. سردت الحاجات بتاعتها. دي هنا اهو، شوفوا يا بنات. انا بشوفها بالسكينة هي طيبة خالص طالما ما طلعتش ولا مية حمرا ولا مية بيضة. تبقى الفراخ طابت معانا اهو. شوفوا. شوفوا الحز والرز بتاعها. باين عليه، اللسان العصفور باين لسان عليه اللي هو عصفور مستوي. طيب وكان جميل بصراحة. كان طعمها جميل يا وبصراحة جماعة، ريحتها كانت خطيرة، جميلة. طعمها تحفة. ريحتها كانت جميلة جدا بصراحة. انا خلصت لهم الاكل اليوم ده. لا بصراحة كانت جميلة. اهو دلوقتي بقى جبنا معلقة كاتشب او معلقة صلصة عشان ندهن وشها تتحمر اهو. واحدة واحدة كده ريحتها بالراحة. حلوة قوي يا بنات وطعمها اجمل والله. جربوها يا بنات، واللي تعجبه يقول لنا في التعليقات. ايوه خلصنا اهوت، ودلوقتي ادخلها بقى تاخد وش من فوق. كده استوت خالص يا جماعة، ده وش هي بس. بتقعد في فرن البوتاجاز من ساعة ونص لساعتين، يعني متستعجلش عليها لان انت هتحطها على نار هادية. اهو شوفوا يا بنات، معلقة الكاتشب مخليه لها وش متحمرة كويس ازاي، وجميلة شكلها حلو برضه جميل. والفراخ ديت يا جماعة برضو احنا حطينا عليها ملح وفلفل كده عشان تبقى متبلة وتبقى حلو. اهم حاجة يا بنات ماشي بس على خطوات الفيديو خطوة خطوة، وان شاء الله هتطلع معاكم النتيجة كويسة زي ما طلعت معانا بالظبط. ودلوقتي بقى يا بنات هنروح بقى قلنا نعمل معاها رز مدسوس اهوت. الرز المدسوس ده يا جماعة يعني رز بلبن، في الفلاحين بيبقى اسمه رز مدسوس لو محدش يعرفه يعني. والحلة ديت يا جماعة ديت الحلة الضغط. الحلة ديت سحر يا جماعة والله العظيم. الحلة ديت بتبقى عبارة عن يعني حلتين كده فوق بعض، وعليهم صاجة كده حديد دي بتحط. انا مسميها الحلة الذكية. فعلا والله الحلة الذكية. بصراحة بتسوي الرز ده في 10 دقايق، بس اهم بتغنيك. حاجة تغلي اللبن على النار اه الاول. بتغنيك عن انك تولعي فرن رز فرن غاز وكده تحط فيه الرز. شوفي يا بنات انا هنا عايرت الرز عشان تعيري، لان في بنات كتير ما بتعرفش تعاير صينيه رز او برام رز. اهم حاجه تبقى تحط الرز في قلب الصينيه، وتحط صبعك من بره يبقى ما بين الرز حرف الصينيه، يبقى عقلتين الصبع دول تبقوا فاضيين. الكلام ده متاخر شويه عن اللقطه ديت لان احنا مسرعين الفيديو شويه. وبتخلي شوفوا بقى الحلة دي بتخلي الرز وشه حلو ازاي ومحمر وجميل. اه لو انتوا عايزين نعمل لكم ريفيو عن الحلة بالظبط ونوريكم شوفوا. تفاصيلها بقولوا لنا واحنا نعمل لكم. الحلة دي اساسا بتبقى شوفوا موجودة الرز عند يا بنات بتوع حلو ازاي. مستلزمات الحاجات المستلزمات الادوات المنزلية. شوفوا شكله جميل ازاي ومحمر وجميل. شكله جميل. لو الفيديو عجبكم يا بنات ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احنا قناتنا يوميات انا وعمتي، اللي بيشوفنا لاول مره يعملنا اشتراك في القناه عشان نكبر بيكم حبايب قلبي.
الصراحه الرز بيبقى جميل وطعمه بيبقى جميل قوي في الحله ديت، غير احسن ما تشغلي لسه فرن البوتاجاز او تشغلي الفرن اللي هو التاني الغاز، دي اسرع. احسن. مع ربع السلامه ساعة يا حبايب بكتير. قلبي. مع السلامة.